السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذه الجولة الجديدة. اليوم غادي نهضروا على واحد من أكبر المشاريع اللي كتشهدها العاصمة الرباط، الأشغال في مركب مولاي عبد الله. الخدمة غادية بسرعة كبيرة، وهاد السرعة ماشي غير شكلية، بل باين فيها التنظيم والتنسيق العالي. الهدف واضح، يكون كل شيء واجد في الموعد، خصوصا مع التظاهرات الكبرى بحال كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. أول حاجة كتبان هي العشب الطبيعي. الغازو تقريبا وصل 90% من التركيب ديالو، وبداو كيسقيوه باش الجذور تشد مزيان. وماشي غير زربية خضراء كتحط، تحت منها كاين نظام معقد، تصريف ديال المياه وتهوية وحتى تدفئة للجذور باش يبقى التيران في ظروف مثالية. وهذا الشيء كيأثر بشكل مباشر على الأداء ديال اللاعبين والسلامة ديالهم. من بعد العشب كيبداو يركبوا البطاويات والشبكات واللمسات الأخيرة في الملعب الداخلي. حتى الكراسي خدامين عليهم بطريقة مبتكرة، كيركبوا 3 الكراسي دفعة واحدة على قواعد ديال الحديد فوق المدرجات، طريقة كتسرع الخدمة وكتوزع الثقل مزيان. السقف حتى هو كيتخدم عليه، كيركبوه في الأجزاء المعدنية اللي غادي تحمي الجمهور من الشمس والشتاء. وزيد عليها التجهيزات التقنية، شاشات عملاقة، كاميرات حديثة وبطاويات خارجية للمراقبة، بعضها مجهز بتقنيات التعرف على الوجوه باش يعزز الأمن والسلامة في الملعب. السرعة اللي خدامين بها ممكن تطرح سؤال، واش ما كتأثرش على الجودة؟ الجواب هو أن السرعة في هذا السياق ماشي دليل على التسرع، بل على الكفاءة والتخطيط المحكم. كل شيء منسق بين الفرق والمقاولات، وكل مرحلة كتخدم على الوقت ديالها. ما نساوش البنية التحتية اللي دايرة بالملعب، الباركينج اللي تحت الأرض فيه طبقات وفوق منه جردة خضراء، كيقولوا عليه أكبر باركينج في المغرب وربما حتى في إفريقيا. والطرق اللي حداه توسعت، وزادوا ممر تحت أرضي للراجلين باش يسهل الدخول للملعب من جهة محطة تران فائق السرعة. هاد التحديثات كلها ماشي غير باش يواكبوا تظاهرات كبرى، ولكن حتى باش يدمجوا المركب في الحياة اليومية ديال المدينة ويطوروا البنية الرياضية والترفيهية ديال الرباط. الخلاصة، الأشغال في مركب مولاي عبد الله غادية بوتيرة مزيانة ومنظمة، كاين تركيز كبير على التفاصيل، توازن واضح بين السرعة والجودة، واستثمار حقيقي في المستقبل ديال الرياضة والبنية التحتية. وملي كنشوفوا هاد التطور كامل كنطرحوا سؤال مهم: كيفاش غادي يغير هاد المركب الجديد وجه الرباط؟ وشحال من فرصة جديدة غادي يفتح للناس والشباب والمدينة كلها؟ فكروا معانا في هاد السؤال، وإلى اللقاء.